السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله اليوم 18 معانا في دورة فراخ عيد الأضحى المبارك. طبعا بقى خلاص احنا هنقول فراخ لأن هم ما شاء الله كبروا، فمش هنقول عليهم كتاكيت تاني. طيب بصوا يا حبايبي، امبارح كان الجو هوا قوي، كان الجو هوا بالليل قوي، لدرجة اني انا دخلت لقيت الستاير بتاعت البلكونة مفتوحة من شدة الهوا. فطبعا ده أثر معايا شوية على الفراخ بتاعتي، فلاحظت ان هم فيهم زي عطسه بسيطه قوي مش ملحوظه، يعني انا لو ركزت طبعا عشان انا متابعاهم فلاحظتها فيهم. طيب علشان نتجنب بقى اي برد ونمشي بالدوره بتاعتنا كده حلوه زي ما هي، انا عملت لهم مشروب يرفع المناعه وكمان يعني يضيع منهم البرد ده. اول حاجه بصوا، انا لو تلاحظوا هنا انا مش ماليه السقايه على اخرها، حتى بس نصها، عشان لما احط المشروب عليها يشربوه بسرعه، مش عايزاه يقعد قدامهم كتير. ليه بقى؟ هقول لكم. احنا دلوقتي في حر، يعني الجو متقلب، فلو قعدنا قدامهم الخلطه دي ده كده حاجه مش كويسه. الخلطه هي عباره عن ايه؟ عباره عن يعني حته بنجر صغيره انا ببشره وبشيله في الفريزر، هنقول حته صغيره يعني مثلا نص معلقه كبيره، وحطينا عليها نص بصلايه بردك صغيره وفصين توم وعصره نص ليمونه، وضربتهم بكوبايه ميه وخدت منهم العصير بتاعهم. ده رافع مناعه قوي قوي يا حبايبي، وكمان هيضيع منهم البرد ان شاء الله. هنحطه لمده 3 ايام بس، هنحطه الصبح بدري علشان ما يقعدش، ولو وقت الحر لقيتيه لسه موجود عندهم شيليه، يعني هتحطيه الصبح بدري على بعد الفجر كده مثلا وتشيليه قبل الظهر، يا اما هتحطيه بعد يعني وقت العصر يكون الجو بدأ يهدى. تمام؟ المشروب بتاعنا اهو كده، اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن نص بصلايه صغيره، حجمها صغير جدا، اللي هو البصل اللي بيتخلل ده، يعني لو البصل اللي بيتخلل الصغير دوت هنحط واحده، اكبر شويه بنحط نصها، وفصين توم وسط، مش كبار قوي ولا صغيرين قوي، ونص ليمونه عصير بتاعها بس ما خدتش القشر بتاعها، وكوبايه الميه ونص معلقه بنجر. حطيناهم كده على كوبايه ميه وضربناهم وخدنا بس خلاصه الميه بتاعتهم او العصير بتاعهم، حطوه لهم كده. وطبعا انا ما زودتش الميه علشان يشربوا المشروب كله بسرعه، عشان الحق الطاير بتاعي وما يبقاش تعبان معايا. طبعا النهارده كده اخر يوم معانا في العلف، اللي هو المخلوط اللي هو بادي على نامي. من اول بكره هنبتدي نحط العلف النامي بس، مش هنحط بادي تاني، لان هما كده اللهم بارك اتعودوا خلاص على الحبايه الكبيره وبداوا يسحبوها. طبعا يا جماعه اللي بيربي حاجه زي كده عنده في البيت في الاول كده، او انا اسفه طبعا عن الصوت في الاول كده حبايبي، طبعا معلش انا اسفه، قفلت الفيديو لان الصوت كان عالي قوي تحت وما كنتش عارفه اكمل معاكم الفيديو. في الاول كده حبايبي لما بييجوا يسحبوا وهم سنهم لسه صغير كده، لما بييجوا يسحبوا العلف بيتزنق هنا في الجزء ده، فما بيعرفوش ينزلوه. فطبعا تابعيهم علشان كل شويه يعني تنزلي لهم العلف لتحت عشان يقدروا ياكلوا اكبر كميه. لما بيكبروا شويه هم بيقدروا ينزلوه لوحديهم وكمان بيسحبوه من فوق. فبس ايه، المرحله الاولانيه دي معلش بيبقى فيها تعب شويه، بس في الاخر انت بتاخدي فرخ كويس وحاجه كده زي ما بيقولوا عليها سوبر. طيب ده كان الفيديو بتاعنا حبايبي، فياريت لو عجبكم الفيديو فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد.